السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. بناء على رغبة بعض المتابعين للقناة هنعمل النهاردة بإذن الله مقارنة بين تكييف كارير وتكييف ميديا. لو بتفكر تشتري تكييف ومحتار بين كارير وميديا، انفرتر ولا عادي، الفيديو ده هيبقى ليك. هنتكلم عن كل حاجة: القدرة، التبريد، استهلاك الكهرباء، الأسعار والضمان والصيانة. فحضراتكم يا ريت تتابعوا معانا للآخر علشان لما نشتري نختار الصح. تكييف كارير وتكييف ميديا يعتبروا من أكتر أنواع التكييفات انتشارا على مستوى العالم. هنتكلم الأول عن التبريد والأداء. بالنسبة للكارير، كارير قوة تبريد عالية وسريعة خصوصا في الموديلات الحديثة. ثانيا، بيشتغل بكفاءة في درجات حرارة عالية جدا، وده مهم في الصيف في مصر طبعا، لأن الكمبرسور بتاعه كمبرسور تروبيكال مخصص للعمل في المناطق الاستوائية. بالنسبة لتكييف ميديا، تكييف ميديا تبريد ممتاز وسريع جدا، بس في بعض الموديلات أقل شوية من كارير، ده بالنسبة كمان لتوزيع الهواء. نتيجة المقارنة دي الاتنين ممتازين، بس كارير بيتفوق بدرجة بسيطة في التبريد القوي والثبات. تاني حاجة معانا هي استهلاك الكهرباء، الانفرتر والعادي. المقارنة بينهم: الكارير الانفرتر موفر جدا في الكهرباء وبيقلل استهلاك الطاقة بنسبة 50%. طيب بالنسبة للميديا الانفرتر، الميديا الانفرتر ممتاز برضو في التوفير، وأحيانا بيتفوق في استقرار التشغيل الهادي. الموديلات العادية الشركتين بيستهلكوا كهرباء أعلى، بس الميديا غالبا بيبقى أوفر. نتيجة المقارنة، الانفرتر في الحالتين موفر، بس ميديا ممكن تكون أكتر هدوء، والكارير أقوى في التحمل. تالت حاجة معانا هي الضمان وخدمة ما بعد البيع. طبعا في عملاء كتير جدا بيهمهم حكاية الضمان وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار بتاعة الأجهزة متوفرة في السوق ولا لأ، أو متوفرة في خدمة العملاء ولا لأ. أولا الكارير ضمان بيبدأ من 5 سنين، خدمة ما بعد البيع قوية وسريعة ومنتشرة في المحافظات كلها. الميديا ضمان جيد جدا، غالبا بيبقى 5 سنين، وخدمة الصيانة بتحسن نفسها وبتنتشر أسرع كل سنة عن السنة اللي قبلها. نتيجة المقارنة في النقطة دي، الكارير أكتر موثوقية لغاية دلوقتي، لكن ميديا بتطور نفسها بسرعة. النقطة الرابعة معانا وهي السعر. السعر بيهم عملاء كتير جدا، بيبقوا محتاجين يعرفوا أسعار الأجهزة علشان يشوفوا هو هيبقى مناسب لاحتياجاتهم، هيبقى مناسب لإمكانياتهم ولا لأ. أولا الكارير سعره أعلى شوية بسبب جودة الخامات والتكنولوجيا. الميديا سعر اقتصادي مناسب لميزانيات كتير، خاصة في الموديلات العادية. نتيجة المقارنة، لو الميزانية محدودة، ميديا هيبقى خيار ممتاز. لو بتدور على تكييف طويل الأجل، أكيد طبعا كارير هو الأفضل. خلاصة المقارنات دي: اختار كارير لو عايز قوة تبريد عالية، تحمل طويل، وخدمة صيانة ممتازة. اختار ميديا لو عايز سعر مناسب، تبريد جيد، وتوفير في الكهرباء مع الانفرتر. بكده تكون انتهت المقارنة بين تكييف كارير وتكييف ميديا. لو عجب حضراتكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل حضراتكم كل جديد من تيتو للتكييف. واكتبوا لنا في التعليقات انتوا جربتوا اي نوع، الكارير ولا الميديا، ورأي حضراتكم ايه في الجهازين. ولو حضراتكم عايزين اتوسع في موضوع المقارنات او في سلسلة المقارنات، يا ريت حضراتكم تكتبوا لي في التعليقات المقارنات اللي حضراتكم محتاجينها او عايزين اعمل. انا تحت امركم في اي وقت. حضراتكم نورتوني، شكرا. نلتقي في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.